فتحي يلعب العرضيه والمحاوله وعلى الارض وضربه جزاء، وعلى الارض وضربه جزاء على باسم علي وانذار محسن مدحت عبد العزيز وضربه جزاء. هو باسم عمال بيتكلم مع الحكم وانذار وهي للكره اتلعبت عاليه. ادي باسم وقع كده السيد حمدي، لكن حكم المباراه بيقول ضربه جزاء. هي للكره وادي فتحي وادي باسم علي، كانت باينه الدفع باينه قدامكم. انذار في الدقيقه 60 على باسم علي وضربه جزاء. مين اللي جاي يلعبها؟ احمد فتحي. دور على اهداف احمد فتحي، سجل هدف مشهور جدا طبعا للنادي الاهلي، كان في مرمى نادي حرس الحدود في الموسم الماضي مباراة 3-0 من تسديدة كانت قوية، ولكن في ضربات الجزاء قليل ما كنا بنشوف احمد علي بيتقدم او احمد فتحي هو اللي بيتقدم في مواجهة ابو السعود. فتحي وابو السعود وضربة جزاء، والاهلي بيدور على الثاني. فتحي وابو السعود يصدها لكن تدخل، واحمد فتحي يسجل الثاني للنادي الاهلي، الهدف الثاني. قوم يا بطل ما تزعلش. لكن احمد فتحي بيسدد الكرة بيصدها ابو السعود وبتخش في المرمى، يبقى الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقة 61 عن طريق احمد فتحي. 2 الاهلي لا شيء المقاولين العرب. اهيا ادي الكرة وادي ابو السعود، لكن عدت كده من وسط ايده، لكن بص هو راح معاها لكن تركيزه كده غاب لجزء من الثانية. لكن طبعا هو لازم يستحق التحية ابو السعود على التصدي للكرة اللي فاتت والمحاولة، لكن احمد فتحي